الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. هنعمل مع بعض النهارده شوربة العدس الأصفر. طبعا في ناس بتحب العدس جدا زي كده، وفي ناس ما بتطيقش اصلا انها تدخل العدس البيت. يعني انا اعرف ناس كده ما بيحبوش العدس الأصفر ده تماما. النهارده بقى انا بصراحة جبت عدس وقلت هعمله كده بسرعة. هو طريقته سهلة وبسيطة قوي قوي، بس طبعا علشان الناس اللي بتحب العدس وكمان ما جربتش انها تعمله قبل كده. زي ما احنا شايفين كده، ده كيلو عدس وبصلتين بتقطعوا شرايح، وكمان راس توم صغيرة بقطعها كده قطع، وطماطميتين كده او 3 طماطم. هو المفروض الكيلو عليه نص كيلو طماطم. عايزة تزودي بقى عن نص كيلو دي حاجة بترجعلك، لان في ناس بتحب العدس يكون لونه احمر قوي، فكل ما تزودي في الطماطم كل ما يدي لون العدس الاحمر اللي انت عايزاه. عايزه اقول لكم كمان الطماطم بتدي طعم حلو جدا برضو في العدس. كده خلاص انا قطعت الطماطم والبصل والثوم، وزي ما قلت لكم انا غاسله العدس كويس قوي، وايه بعد ما نقيته حطيت عليه بقى دلوقتي كمون وملح، وهحط عليه مقدار الميه بتاعه علشان يتسلق. زي ما انا قلت لكم ده كيلو عدس، عليه نص طماطم، عليه بصلتين كبار، نص كيلو طماطم يعني وبصلتين كبار وراس صغيره من الثوم، والميه بخليها ضعف كميه العدس في الحله. هسيبه بقى كده يتسلق، وهجيب بصله صغيره كده واقطعها قطع صغيره قوي زي ما احنا شايفين كده. في ناس بالمناسبه بيحبوا يحطوا على العدس جزر، وفي ناس بتعمله بشوربه اللحمه. طبعا كل واحد يعمله زي ما هو عاوز، بس انا بحب الحاجه طعمها ما يتغيرش. يعني العدس يبقى لازم طعمه عدس، لكن في اضافات تحطيها على الاكل تحسي ان هي ودت الاكله في طعم تاني خالص، مش وحش ولا حاجه، بس هي بتبقى اذواق ومزاج في الاكل. انا بصراحه بحب العدس جدا، وخصوصا شوربه العدس بحبها لدرجه ان احنا ممكن نشربها كده لو في كميه زي الشاي بالظبط. بصوا بقى، البصل اللي انا قطعها قطع صغيره قوي دي زي ما احنا شايفين كده حطيتها على النار، وحطيت عليها قطعه من الزبده وسبتها لما اتحمرت. كان العدس طبعا خلاص اتسلق زي ما احنا شايفين كده، وهحط عليه بقى البصلايه المحمره زي ما احنا شايفين كده، وهقلبها على العدس. هسيبه بقى يبرد، وبعدين هاخده اضربه في الخلاط واصفيه وارجع لكم تاني. هضيف عليه بس كوبايه ميه عشان تساعد انه يبرد بسرعه. كده بقى انا فرمت العدس في الخلاط وصفيته زي ما احنا شايفين كده. هرجع تاني اصفيه مره تانية علشان القشر بتاع الطماطم. دي المره التانية اللي انا صفيت فيها العدس، شايفين؟ صفيته بقى المره التانية بمصفى ضيقه قوي، هوريها لكم اهي. ما بتاخدش وقت، في ثواني ما تقلقيش هتلاقيه متصفي، لان انت مصفياه المره الاولانيه كويس وكان فيه شوائب بسيطه كده اللي هي قشر الطماطم. هولع النار عليه بقى عشان اسيبه يكمل سوا. وهاجي في حاجة تانية كده على جنب، حلة تانية او طاسة زي ما تحبي يعني، وهتجيبي كبشة من الرز وتحمريها بالسمنة البلدي زي ما انت شايفة كده، او زي ما انت بتحبي حسب نوع السمنة اللي انت بتستخدميه. وبعد ما يتحمر هقوم نازلة بيه على العدس كده زي ما احنا شايفين، وهبدأ اقلبه بقى واسيبه يستوي مع العدس. عايزة اقول حاجة، في ناس بتستبدل الرز بالشعرية، بس احنا بصراحة ما بنحبش نحط عجين على النار يستوي كده. يعني شايفة ان الرز افضل من العدس بكتير، وهي بترجع برضو لذوق الناس. يعني اللي حابب يحط رز يحمره كده ماشي، حابب يحمر شعرية وضيفها مكان الرز ماشي زي ما هو حابب. طبعا وانا بفرم العدس زودت ميه بتخلي المرقه بتاعه العدس زي القوام اللي انت حباه بالظبط. ده ملهاش مقدار، ممكن تخليه تخين، بس في الحاله دي هتغمسيه مش هتعرفي تشربيه شوربه. هتزودي الميه زي ما انت شايفه كده، هتقدري تعمليه فتة عدس او تعمليه شوربه تشربيها.
بعد بقى ما العدس استوى على النار والرز كمان استوى، هجيب بقى ايه سلطانيه وابدا احط فيها شوربه العدس زي ما احنا شايفين كده. عايزه اقول لكم بقى الريحه ما شاء الله حلوه قوي، وبصراحه زي ما انا قلت لكم انا من عشاق شوربه العدس، بحبها جدا 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 سواء صيف او شتاء. بس في الصيف بنقلله شويه لان طبعا بيسخن الجسم جامد لما بنشرب الحاجات الدافيه دي. شويه شطه بقى كده حلوين وليمونه، ونشوف بقى الطعم. شايفين القوام بتاع العدس؟ عايزه تخففيه عن كده شويه ماشي، عايزه تقليه عن كده وتغمسيه دي حاجه بترجع لك. ندوق بقى العدس كده ونشوف الجمال. ما شاء الله حلوه قوي قوي قوي. عايزه اقول لكم بقى ايه، بجيب العيش المتحمر كده تحط بس ده للتزيين. عايزه بقى تفتي فيه العيش، تكسري العيش فيه كده المتحمص ده، وتاخدي طبق شوربه جنبه او مج شوربه ماشي. بصراحه انا هاكله كده، بحبه يعني اكل العيش جنبه كده ناشف، بيبقى حاجه بصراحه منتهى الجمال ومزاج كده وانا قاعده باكل العيش المتحمص ده مع شوربه العدس. وبكده وصلت معاكم لنهايه الحلقه. يا ريت لو الحلقه عجبتكم تعملوا لي لايك وشير، ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا علامه الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات.